السلام عليكم خوتي حبابي صحابي، تبارك الله عليكم. المغاربة كاملين فرحانين اليوم بهذا الإنجاز وبهذا المستوى اللي قدمه المنتخب المغربي. أخيرا معنا تايقين في المنتخب الوطني، وهذا هو المنتخب المغربي اللي كنعرفه. لعب أحسن ماتش تقريبا منذ النهائيات ديال كأس العالم، ولا الماتش ديال البرازيل، الماتش الودي. من داك الساعة سين ما شفناش المنتخب المغربي كيقدم شي مقابلة كبيرة بحال هذه. هاد المقابلة كانت أحسن من المقابلة ديال زامبيا. علاش؟ لأن الجزائريين كانوا كيرشحوا منتخب الكاميرون باش يفوز ب4-3 اللي كيقول 5، ولكن اليوم أكدوا أسود الأطلس على أنهم أسود، وما كاينش شي منتخب في إفريقيا اللي قادر يجريهم إلى بقينا لاعبين دائما بحال هاد الطريقة. لأن الركراكي قرا الخصم مزيان. خصنا نركزوا على هاد القضية هذه ديال أنه قرا الخصم، ما خلاش يتحرك. ولا كيدخل في ليديشي بزاف المنتخب الكاميروني. الحاج المزراوي زمط لهم النجم ديالهم بونبون، ما خلاش يتحرك، ما خلاش يتنفس. تبارك الله على المزراوي. اللاعبين كاملين تقاتلوا. ابراهيم دياز كيواصل المجهود ديالو باش ياخذ الهداف ديال الدوره اللي حد الان 5 ديال الاهداف. السيباري اللي ما بانش وكان كيتلقى العديد من الانتقادات من طرف الجمهور، سجل هدف، تصالح مع الجمهور. اللاعبين كاملين كانوا حاضرين. لا ننسى الدور ديال العناوي نائل اللي قدم مقابلة كبيرة. أشرف حكيمي كنا صراحة كنفتقدوه اليوم، بين على أن المنتخب المغربي كان كينقصو حكيمي باش يكون منتخب فعال. اليوم كل شيء كان حاضر، لا المدرب لا اللاعبين لا الجمهور. شفنا الجمهور كيفاش الحناجر ديالهم ما سكتوش، ما سكتوش. كان واحد الحماس وكان واحد يعني ملعب او مقابله اسطوريه غادي تبقى للتاريخ. قدمنا فيها الغالي والنفيس، سيطرنا على مجريات المقابله، عرفنا كيفاش نحافظوا على النتيجه. حتى التغييرات اللي قام بها والد الركراكي فكانت مزيانه وفي وقت مزيان، في الوقت ديالها. نصيري واخا ما دار حتى حاجه ولكن بلا كره كان كيلعب صراحه. اللاعبين اللي دخلوا عطاو حتى هما اللي عليهم. هذا هو المنتخب المغربي. ما كنظنش شي جزائري غادي يديه النعاس هذه الليله هذه، بقدر ان الجزائريين يتألمون اكثر من الكاميرونيين الذين غادروا المسابقه. دابا اي واحد جا فبسم الله. المنتخب المغربي يؤكد مره اخرى انه اسياد القاره وكذلك اسياد العالم. منتخب محترم، منتخب بين على الوجه الحقيقي ديالو، لانه غير كان كيدير تسخينات في البدايات. واعداء والد الركراكي اليوم غادي يبانوا. نشوفوا شنو غادي يقولوا عاوتاني. التحكيم كان واخا ظلم المغاربه بزاف د المرات، ولكن التحكيم كان زوين. ما غاديش نهضروا على التحكيم، كان تحكيم في المستوى. كل الجماهير المغربية اللي حجت إلى الملعب اللي كان ممتلئ عن آخره، وجاو من كل المدن، والإلترات كانوا حاضرين، هما اللي عطاو هاد الصورة والجمالية ديال المقابلة. وتناغم كبير ما بين الجمهور وما بين اللاعبين وما بين المدرب. الكل كان في الموعد. كانت معركة كروية، حرب إعلامية قبل المقابلة. ومع ذلك لم يتأثر أسود الأطلس بكل هذه الضغوطات، واستطاعوا أن يصلوا إلى المباراة نصف النهائي لأول مرة في بعد 22 سنة منذ 2004 لما كنا مع بادو الزكي. يعني المنتخب المغربي ما زال يحقق أرقام قياسية، وكذلك إبراهيم دياز الذي يحقق رقم قياسي جديد للمغاربة ولكرة القدم الإفريقية في التاريخ. عمر شي لاعب في التاريخ كأس إفريقيا ما سجل في 5 المقابلات متتالية، واليوم إبراهيم دياز كيحطم الرقم القياسي ديال جميع اللاعبين. وكان رجل المقابلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.